عاطف. ادخلي يا ماما. حضرت لك العشاء، انت من ساعة ما جيت وانت على لحم بطنك، والعيشة قربت تدن. فوق لي كده بقى عشان عايزة اتكلم معاك. مش وقته، مش وقته يا ماما. هو ايه اللي مش وقته؟ انت مش عارف غيابك عنا ليلة واحدة عمل فينا ايه؟ انت جيت ونمت، احنا لحد دلوقتي محدش فينا عارف ينام، وابوك حالته تحزن. عاطف يا حبيبي، احنا ملناش غيرك. مالك؟ ايه اللي حصل لك؟ قول لنا يعني علشان نقدر نقف معاك في شدتك. انا قدامك اهو، ما حصليش اي حاجه. ايوه بس انت مخبي حاجه، وحاجه مش كويسه كمان. قول لنا يا حبيبي ايه هي، يعني علشان نعرف اولها ايه واخرها ايه، ده احنا اهلك. انا مش عيل صغير عشان الاستجواب بتاعك ده. انا امك. ولا قلت ايه يا عاطف؟ انا كنت في القسم يا امي، كنت محجوز في القسم. واحد قدم فيا بلاغ كيدي والحمد لله ربنا نجاني. ايوه مين الواحد ده وعمل كده ليه؟ واحد من الناس المفتريه. سيبيني اهدى ياما وان شاء الله انا هحكي لك كل حاجه. اللي تشوفه يا ابني. عاطف، ابوك ما قدرش يكمل ليله امبارح، ورجع بالعربيه والبضاعه فيها زي ما هي، والنهارده خرج مش قادر يزق العربيه ورجليه مش قادره تشيله. طب انا اعمل ايه؟ مالك يا عاطف؟ ايه اللي حصل لك في الليله السوداء اللي غبت فيها عن البيت كانك واحد تاني؟ جرى ايه ياما؟ انا دلوقتي بسأل سؤال، عايزاني اعمل ايه في العربيه؟ على الاقل عدي على ابوك علشان يشوفك ويطمن عليك. لا مش وقته، انا اعصابي مشدوده ومش عايزه يشوفني في الحاله دي. خلاص خش كمل نومك، يمكن اعصابك تهدى. لا ياما انا مش هتنيل انام، انا خارج. هخرج عشان في ناس لازم اشكرهم على وقفتهم جنبي. خلاص انت حر، اعمل اللي انت عايزه.